السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بنانيت؟ عاملين ايه اخباركم؟ شكرا 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 لدعواتكم الجميلة وتفاعلكم معايا. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي، اللهم آمين يا رب العالمين، ويديم حب الناس ليكوا يا رب زي ما انتوا بتحبوني كده. آه اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. آه زوجي خرج من العمليات، ده بفضل ربنا وفضل دعواتكم طبعا. وده فوق راسي وشرف ليا ان انتوا معايا. حبيت بس اشكركم وشجعتوني ان انا اقوم واعمل لكم احلى فيديو. بجد انا ما بطلعش من اللي انا فيه. لو عندي حاجة او في مشكلة او حاجة انا ما بطلعش باللي انا فيه غير بالتنظيف. والله بجد اقعد انضف، اقعد انكت، اقعد اعمل، فاهمني؟ اكيد في ناس كتير زي كده. المهم بقى نخش في الروتين بقى، وايامنا يجعل ايامنا كلها جميلة وحلوة ورضا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب. بصوا بقى، خدتكم معايا وطلعنا فوق السطح. هنعمل ايه؟ قلت ما بديهاش بقى، انا هفضل قاعدة كده ساكتة وما بعملش حاجة وهفكر واعمل. طيب ما اقوم بقى اعمل حاجة واشغل نفسي فيها. رحت قايمة عملت ايه؟ عملت السطح بقى، مسكته كله. السطح بره، لا بصراحة بره بس، يعني كله بره بس، ما عملتش للطيور. وقلت بقى خلاص كده انا ايه، مش هخرج الطيور بره تاني، ما كده كده يعني ايه. صغير، حبة صغيرة، ونص السطح كفاية عليهم. انا بصراحة كنت بخرجهم يعني عشان الشمس، بس دي الشمس مش اتجاههم، مش ناحيتهم، ما بتخش لهمش قوي، فعشان الشتا بس الجو بقى سقع قوي. حتى الجو نطر النهاردة عندنا، نطر تلج كمان. كنت انا فوق السطح بس ما كانش معايا التليفون عشان اصور. آه والشمس بقى طلعت بعديها كمان، وقلت اقنص. نزلت بقى جبت كوش، جبت القهوة وفتحنا على الطيور، ورحت ايه قافلة عليهم تاني. بوظولي السطح كله بجد يا بنات. فمرة في مرة في مرة ان شاء الله يعني هي ايه، هرجعه زي الاول واحسن ان شاء الله. وكده كده خلاص يعني الشتاء قرب يخلص، فالصيف ايه، لما يجي الصيف هيكون ايه، خلاص ممكن يخشوا جوه، مش هيخرجوا تاني يعني. ده لو كان عندنا طيور يعني. بجد ده خير والله بجد. موضوع الطيور بقى نتكلم عليه شوية. لو عندك بلكونة، عندك حتة في الشقة، والله انا اعرف ناس بتعمل في المطبخ. لو عندك مطبخك واسع شوية، والله العظيم بجد تحفة. ده خير في البيت، ما تتردديش لحظة ان انت تعملي. حتى لو هتجربي في 5 فرخات، يعني ايه المشكلة؟ يعني جربي حتى في 5 فرخات، و5 بتوع الشهر مثلا بتوعك، ال5 بقى هيجروا 10 كده يعني. ما يعني لو المكان عندك صغير خلاص ما تعمليش غير على قدهم، فاهميني؟ انا بعمل حاجة الشهر بس بتاعتي، ايه المشكلة؟ وبزود عليها كام واحدة احتجتهم في حاجة، ابيعهم مثلا واجيب لحمة بدلهم، ايه المشكلة؟ ظرف طارئ حصل، خدت زيارة لحد، ايه المشكلة؟ عادي، كله خير في البيت يا بنات. مهم رغينا بقى وايه، واحنا بنعمل السطح، ويا بنتي طولي،
مش عايزة اطول عليك والله، بس طولت. الفيديو طويل وجميل، من الفيديوهات الجميلة الحلوة بقى اللي انتوا بتحبوها وبتتفاعلوا معاها جامد. كله بقى نظافة بقى وتنظيف بقى وايه بقى، وعايزين نعمل حبة وصفات جامدة. بقالي كتير ما عملتش معاكم وصفات. هنعمل بس اصبروا. احنا خلصنا بقى الشقة كلها الاستقبال رمضان ان شاء الله بإذن الله. يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. آه عايزة اقول لكم، مش مسكت السطح بس والله بجد في نفس اليوم. واحدة بقى تخش تقول لي انت بتعملي ده كله في اليوم؟ عادي، انا ما عنديش ادنى مشكلة. ممكن لو ما نمتش وعادي اعمل كل ده. كنست بقى السطح كله خدته كله. شايفين الكاميرا كان عليها تراب بقى من كتر التراب والعفر. مسحتها ورحت مصورة تاني. حقكوا عليا بقى. لو اول الفيديو كان عامل شوية عادي، عديها واتفرجي من دلوقتي. بصوا بقى، انا بقى ده اللي انا بقوله. عايز تكحيته كمان مرة في مرة في مرة ان شاء الله هرجعه زي الاول واحسن. شايفين؟ هي دي بقى سوري يعني، عزكم الله. الكمامة بقى هتنزل تحت. نزلتها والله الدور التاني وبنوتي بقى راح رميها لي. ربنا يخليهم لي يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى، قمت بقى على اوضه الاطفال، غيرت الملايات بقى عشان انا كنت تعبانه. فشلتهم. وطالما تعبانه يا بنات هشيل الملايات واسيبها بقى بالميكروبات بتاعتها؟ لا لا، مش هينفع. ولا الجراثيم كده تفضل فيها وتتحط في السبت، يبقى احنا عملنا ايه؟ ما عملناش حاجه. لا، رحت شايلاهم. شايله الملايات وشايله الدفايات وشايله كل حاجه. طبعا احنا مشمسين بقى البطاطين بره قبل كده، مش هينفع اشمسها النهارده لاني الجو كان نطره، فمش هينفع، اخاف بقى. وبعدين رحت حطاهم في الغساله ورحت عامله دوره. واسكت دوره واحده؟ لا هسكت؟ لا 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 لا، ما اسكتش يا بنتي، اسكتش. لا لا لا، ما اسكتش ينفع. المهم ما سكتش. نوها بقى مش هتسكت طبعا، ما انتوا عارفين. خلاص عرفتوني. دورة مع دورة مع دورة مع دورة. عملوا كام دورة؟ عملت 4 دورات غسيل وانا شغالة في الشقة. حلو حلو، احسن عشان يبقى خلصت كمان غسيلي، ما اقعدش بقى يوم الخميس اقعد اغسل كتير. خدتهم دورات ورا بعض بصراحة. ما عملتش مثلا غسيل لا، خدتهم كام دورة مع بعض. خلاص بقى، ما انا كده كده هجيب مسحوق الشهر، فلازم اخلص ده. اسكت؟ ما اسكتش. يلا شدي مكنستك بقى وظبطي الاوضه تظبيطه حلوه عشان بنوتك لما تيجي من الامتحان ت- ايه تكون رايقه كده وجميله. صح كده؟ قولي صح. عايزه اقول لكم والله، دخلت من الامتحان ولبست ومشيت، وجت بقى بالليل من الدروس، قعدت قالت لي ايه الريحه الجميله دي. انبسطت جدا 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 لما هي بقى جت ولقيت الحاجه نظيفه والحاجه متغيره. وشيلنا بقى ده لسه. شيلنا بقى اوضه الصالون، شلت منها المفارش كلها وغسلتها بجد يعني غسيل خد المنشرين اللي فوق واللي في الدور التالت كمان. يلا حلو حلو حلو. انا كده اما اكون متضايقه، اما اكون في حاجه يعني متضايقه من حاجه، حد عزيز عليا في حاجه، هو انا بقوم اعمل كده. في ناس بقى تقعد تجيب حله المحشي وتقعد تاكل، صح؟ انا عارفه ان في ناس بتتفرج عليا كده.
بس انا من ضمن الناس اللي ما لما اكون متضايقة افضل بقى اعمل كده. يا رب ما يجعل في دقيقة ابدا يا رب، ولا يحسسني بأي حاجة وحشة عنه يا رب. اللهم امين يا رب العالمين، ويخليهولي اللهم امين يا رب العالمين، ويخليلكوا كل عزيز غالي على قلبكم. اللهم امين يا رب العالمين. آه احنا لسه عاملين اوضة الاطفال بقى وشايلين السجاجيد بقى وكده. مش هينفع حتى اشيل سجاجيد دلوقتي ولا اعمل، لاني الجو فعلا مش نافع. فايه، فخلينا كده خفاف عزاز هادين عشان ظهرنا وجسمنا كده ما يوجعناش اكتر. وبجد لو شلت، انا رفعت السجاجيد لقيت تحتها مفيش تراب، فاللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب العالمين. المهم حطيت ميه بقى، وحطيت عليها منظف فريدة بريحة النظافة، احلى ريحة يا بنات لغاية دلوقتي صراحة. يا رب بس هي بتثبت يعني بتثبت يوم يومين مفيش مشكلة، الريحة بتثبت مش صراحة حلوة، مش معترضة عليها. ورحت بقى ماسكة الايه الحاجات البسيطة كده من على الوش كده من فوق بس، لان كده كده احنا لسه عاملينها. المكتب قلت بقى عشان بنوتي يبقى ريحته حلوة كده ومتطهر ومتعقم. وايه تاني، ورحت بعديها ماسكة الارضيات كله بقى، ومسكت الشباك عشان يدخل ريحة حلوة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. متنسيش وانتي ايه بتعملي اي حاجة كده، احتسبي حاجتك لله، وما تستنيش مقابل من حد. مش هنقعد نقول كفاية ان انتي قاعدة في حتة نظيفة، قافلة بابك على نفسك، فقولي الحمد لله على كل شيء. ربنا يديك الصحة، ودايما تبقي بتعملي لكل الناس اللي حواليكي اللي بيحبوكي. وعلى قد ما هتدي على قد ان شاء الله ربنا ما هيراضيكي. يا رب يرضينا بأحسن حاجة، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى خدت بقى كل حاجة. شوفوا الارض بتلمع ازاي، عشان بعملها اول باول كده متخليش حاجة. لو عملتي اول باول مش هتحتاجي تشيلي نكتة مرة واحدة الشقة فتبقى صعبة عليكي. كل حاجة حواليكي كده بالراحة، حاجة في حاجة في حاجة، انتي هترتاحي وهتريحي اهل بيتك. قلت بقى المرة دي انا هخلص يعني ايه اوضة اوضة. فخلاص بقى مسحت الحتت اللي باينة من السيراميك، وايه ورحت فرشة ايه الملاية. شلنا ملاية منقوشة نحط ايه سيادة. شطار انتوا حفظتوا. المفروض بقى ان انا كنت شلت بامبا احط لون تاني، بس انا ملقتش عندي غير بامبا وموف وفهمني. وكمان جيت اشد ال الدفاية دي، لقيت البامبا دي وقعت. قلت والله ما انا مطلعاكي عشان انا قصيرة بقى، انا بتنمر على نفسي كل فيديو اتنمر على نفسي صح. مش مشكلة، ايه المشكلة؟ فجيت اشد دي وقعت معاها بقى الملاية دي. قلت يلا هي نزلت، قدرتش اطلع على الكرسي صراحة واجيبها وكده. ف يعني خير، لعلها خير ان شاء الله باذن الله. هي مكتوبة لها ان هي تتفرش. فرشتها وفرشت الدفاية فوقها. دفاية واللحاف دوت من المجد يا بنات. شركة المجد جميلة بصراحة في المفروشات. كان جاي معاها الدفاية، اللحاف كان جاي معاه الدفاية بالحاجة بتاعتها. وانا من الناس اللي ما بحبش افرش دفاية بس، بحب افرش ملاية وبعديها الدفاية.
وكده خلصنا السرير الاولاني. هنسكت؟ مش هنسكت، مش هنسيب السرير التاني يعني، صح؟ كنت اعمله مع نفسي بس قلت لا والله، ما انا حرماكم من حاجة، لا اعمله معاكم. بصوا، تمام. حطيت الملاية وحطيت فوقها ايه، الدفاية. اتمنى بقى ان الفيديو ده يعجبكم جدا جدا جدا، ولايك بقى جامد، كومنت حلو منك زيك كده يا عسل، وصلت معايا لغاية هنا. ايه بقى الفيديو ده لازم تاخدي منه طاقة ايجابية، لازم لازم. قومي بقى انكتي كده شقتك عشان استقبال ايه، استقبال رمضان ان شاء الله. احنا مش اول مرة هنعمل، احنا هنعمل على طول، بس يبقى نخلي بالنا من اللي احنا عملناه. بس لو يعني هعرفكم ازاي تخلي بالكم من اللي احنا عملناه، ايه القواعد اللي هنمشي عليها عشان نفضل على كده لغاية شهر رمضان. بصوا بقى، شلت بقى الصالون بقى، شلت كل حاجته. عايزة اقول لكم الفرش ده كان متبهدل بجد. بيحافظ لي على الصالون جدا. انا ما بحبش احط آه يعني مفرش كامل متكامل كده واغطي الانتريه او الصالون، مش من هواة الموضوع ده صراحة. انا جايبة الصالون ليه ولا جايبة الانتريه ليه؟ عشان نفضل نقعد عليه، عشان نهد الشلت بتاعته ونهد حيله، وفي الاخر القماش يطلع جديد؟ طب وبعدين باقي بحب اظهره كده يعني، يبقى ظاهر صراحة، سواء ركن او صالون او انتريه. انا طول عمري بحب كده، بحب يعني احط عليه حتت صغنونة كده زي اللي انا عاملاها دي، بس بحب اظهره يعني. وبعدين كده كده انا مش ما عنديش اطفال بيبهدلوا يعني، فممكن اسيبه كده يعني. صراحة يعني عجبني كده شوية، يعني عيني تاخد كده شوية وايه وشوية ونحطه عادي يعني، إيه المشكلة؟ بس هو بصراحة يعني المفارش دي مفتحة شوية، بس خير، هنسيبه كده شوية، ايه المشكلة؟ عشان نغير عينينا تاخد على الحاجة الحلوة، ونرجع تاني برضو نحط حاجة احلى، فعادي. خدت بقى شفته دورة ورا دورة ورا دورة لغاية ما خدتهم كلهم. خدت بقى إسدال الصلاة، وخدت المصلية، وخدت الدباديب، خدت كل حاجة في الصالون. ودعكت بقى من فوق بقى، ادي ايه، الخشب كله دعكته. وطبعا الصالون بقى فمتداري، فما مش قوي يعني، بس ايه، لا ما فيهوش تراب صراحة يعني. انا باخده بالمكنسة، كده كده انا خدته بالمكنسة جامد، فما فيهوش حاجة. ما يعني ما فيش حد بيتنطط عليه، ما عنديش دهولة. بصوا، خدت الخشب بتاع كله بقى، وهاخد البتاعة بتاعت الكمبيوتر دي كمان، ترابيزة الكمبيوتر. وهاخد هدعك بقى الشاشة برضو، كده كده انا بدعكها على طول، بصراحة نظيفة يعني. هو ال الإزاز هو اللي كان متطرب، لأني التلج اللي كان بينزل على التكييف كان بينزل ويروح لفين، تراب كده أيوة، هي الحتة دي بقى اللي كانت متطربة قوي، فخدتها. بصوا بقى، هعمل بالمكنسة جوه، أيوة بصوا كده. فايه، مش هيبقى في حاجة صراحة يعني، في حاجة بسيطة في الكنبة. خدت كله بقى، وخدت الشباك كمان. ومعلومة بقى يا بنات، انا بحب اخد السلك بالمكنسة، بدل ما اقعد انفضه واقعد اعمله،
بعد ما خدته بالمكنسة جبت حتة فيها معطر ورحت مسحاه بيها، بتخلي عارفين الهوا اللي داخل، هو مفيش هوا قوي يعني، بس الهوا اللي هيخش يخش بريحة جميلة قوي. بصوا باخد بقى دي الوزرة دي عشان تبقى نضيفة معايا على طول. وهاخدها بالحتة كمان، يعني هاخدها بالمكنسة واخدها بالحتة عشان تعمل ريحة حلوة كده. بصوا اهو زي ما انا بقول لكم، انا باخد الشباك السلك بتاعه باخده بالمكنسة عشان التراب يتشفط على طول اول باول. لسه انتظري معايا لاخر الفيديو. هنعمل كمان الغسالة، هنعمل لها دورة بقى. دورة الغسالة معايا ما بتاخدش حاجة صراحة، وفي مشتريات الفيديو جامد في كل حاجة. جبنا اول مشتريات الشهر بقى، يا رب يجعله شهر سعيد ونسمع اخبار حلوة عنكم وعن الكل يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب يشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين، امين يا رب العالمين. بصوا باخد بقى من تحت، اهم حاجة الحتت اللي تحت دي بتبقى فظيعة. وهمسك بقى، بصوا ايوه همسك بقى ادعك بقى، دعكي دعكي يا بنت. شوفوا مفيش حاجة تحت السجاد ازاي، عشان انا ايدي فيه. آه حافظي على الحاجة اللي انتي بتعمليها عشان ما تجيش تيجي تاخدي الشقة مرة واحدة وشيل سجاجيد وشيل مش عارف ايه وغسيل. لا، حاولي تحافظي على اللي انتي عملتيه. هتحافظي ازاي بقى؟ هتكنسي بالمكنسة مثلا، تاخدي مش الموضوع مش هياخد منك ساعة فعلا كل يوم، يعني تاخدي بالمكنسة مرة، تاخدي بالمكنسة يوم مثلا، تاخدي بالمكنسة كل الشقة. اليوم التاني حتة، وتاخدي الخشب تمسحي الخشب. تالت يوم خدي مرة ازاز. والله بجد مش هتتعبي اطلاقا، هتلاقي الشقة ما فيش حاجة اصلا. بصوا بقى حطيت المخدة دي هنا والمخدة التانية هناك. بجد بجد احنا ناس واخدة فكرة النظافة غلط خالص. هي النظافة نظام، لو نظمتي الدنيا معاكي هتلاقي مفيش اي سخات اي حاجة. هي حبة التراب هتعمليهم، بس كل مرة هتعملي حاجة زي ما انا قلتلك كده. يوم اعملي الارض، يوم اعملي السيراميك، يوم اعملي الحيطان. يوم مش هتاخد معاكي ساعة والله، لو عملتي ساعة وعملتي تايم بالساعة كده مش هتاخد معاكي ساعة فعلا. انما تهدي حيلك بقى مرة واحدة كده بتبقى صعبة شوية. واخدين فكرة عن النظافة غلط خالص بجد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى خدت كمان ايه الصلاة بقى. بصوا شايفين الفتافيت اللي هناك دي، لقيت وراها بقى مش كتير برضو يعني مش هكدب عليكم. شلت بقى البفات دي. بصوا انا هشيل بقى كمان الكسوة بتاعتها. آه وهشيل الكسوة التانية وهحطهم في الغسالة برضو دورة تانية بقى. بصوا شلت الكسوة وهقدمهم قدام وهمسح وراهم وهكنس، وهنغير النظام حاجة بسيطة لاني مبرد المية حقكوا عليا معلش انا اسفة. مبرد المية حطلنا حيادي عشان هو ورا الفيشة، فدلوقتي مش هستخدمه ساقع، فاهمني. وكمان الشباك لما بيكون مفتوح بيجيب هوا للبافين دول، يعني الجو بيبقى ساقع شوية، والباب بيبقى مفتوح كمان باب الشقة، فبيجيب هوا ده مع ده بيجيب هوا اكتر. فقلت ليه بقى انا ما احطش المبرد الناحية دي
والبفين الناحية التانية. وبالفعل عملت كده وطلعت احلى، لاني بنسند بقى على الحيطة، يعني الزاوية بتاعت الحيطة بتاعت المبرد احنا دلوقتي بقينا نقعد ونسند عليها ظهرنا، فاحلى بكتير فعلا. فهتبع النظام دوت، ان ده نظام شتوي، وان شاء الله يبلغنا الصيف الجاي نكون نغير بقى عشان المبرد يوصل الفيشة بتاعته. اتمنى نكون وصلت لكم اللي انا عملته، بس هتشوفوه معايا هنا اهو. بصوا ادي المبرد اهو هنا، وهحط بقى البف هنا، بس مسكت ايه بقى، طلع من وراها تراب. يلا خير خير خير، ادي احنا بنعمل مع بعض. وسبتهم كده لغاية بقى ايه منشر الحاجة بتاعتهم. غسلتهم ونشرتهم بصراحة بالليل، بس مجبتش النشير معاكم بقى عشان الجو كان ضلمة. بصوا تحت السجادة والله ما لقيت حاجة فعلا. ورحت مسحة هوب بقى. يلا خدت بقى ايه المكنسة وكمل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تك 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 تك، دعكت بقى، دعكت جامد. سجادة الصلاة دي كبيرة عندي، هي دي أكبر سجادة عندي. دعكتها أوي 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 أوي. ورحت كمان خدت السلم معايا كمان يا بنات، بس مش عارفة مجاش. أنا كنت فاكرة التليفون بيصور وهو مش بيصور، بس خير خير خير، مفيش مشكلة. الحتة دي كانت متبهدلة اللي أنا بعمل فيها دي، قعدت أدعكها جامد جامد. وخلاص كده. ورحت ايه، دعكت بقى الحتة الحمرا بقى، الشريطة الحمرا اللي هناك دي قدام النيش، دعكتها جامد. يلا بقى قومي بقى تشجعي بقى، خدي جرعة نشاط كده، شغليني جنبك، مش هوصيكي، شغليني جنبك وايه، واشتغلي بقى وانتي اشطر مني واحسن مني. بصي بقى، اهي الشكارة نزلتها لغاية الدور التاني، عايزاكم الله بتاعة الباسكت بتاعة فوق، نزلتها لغاية هنا وما قدرتش انزلها يعني. فقلت ما فيش مشكلة، اخليها هنا احسن، واكمل بقية سوري يعني الزبالة بتاعة الشقة دي، وايه واحطها فيها. ومسحت بقى وظبطت وايه، ورحت حاطة كل حاجة مكانها. دي الباسكت بتاعة الصالة، وشايفين حطيت بقى البتاعة، مناديل والطبق الفاكهة، وحطيت البونبونيرة جنبهم. حطيت دول مؤقتا كده لغاية ما يتغسل بقى. قلت بقى يتشمس الكفرات بتاعتهم، يتشمسوا جامد عشان ما بيطلهمش شمس طبعا في الشقة، فيتشمسوا بكرة ان شاء الله بإذن الله. الشمس تعمل معانا واجب يا رب كده، تعمل معانا واجب جامد وايه، وتشتغل معانا حلو. ورحت داخلة بقى على أوضة النوم، دعكتها دعكة حلوة بالمكنسة حقكوا عليا. ودعكت ال الطرقة جامد كمان، وخدت المطبخ معايا بالمكنسة. وبكده المكنسة نقول لها شكرا شكرا شكرا، لاني عملت معانا واجب جامد. متشكرة، عقبال الشمس بقى ما تعمل معانا واجب جامد بكرة ان شاء الله. اللهم امين. ادعولي كده الدنيا ما تنطرش، لان انا خايفة
بس يلا خير. وخدت بقى ايه المطبخ ومسحته كمان، مسحت من تحت المطبخ يا بنات بقى، ومسحت عندي قدام التلاجة. بجد انا خدت شوط جامد. المفروض ارتاح بكرة بقى، صح؟ يعني هنخلص امتحانات بكرة بقى، وعايزين نعمل سهرة الخميس بقى، الحاجات الحلوة ان شاء الله بإذن الله. ايامنا كلها تبقى حلوة، كل ايامنا هتبقى حلوة. هنعمل فلوجات جميلة بقى يا بنات، تعرفوا بقى على اهلنا بقى وحاجتنا لسه لسه لسه. وخدت ايه بقى، خدت التواليت معايا. بصوا الرغاوي دي طالعة عشان استخدمت سوري يعني الغسالة كتير، فطلعت من العين. خدت بقى الحمام معايا، دعكته دعكة جامدة، ورحت ايه فرشاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى هنا أنا بعمل تنظيف للغسالة. أه حطيت إزازة خل كاملة في الغسالة، أي نوع خل، بس الأحسن يعني لو غسالتك مستهلكة يعني شوية، مش زي بتاعتي، الخل اللي هو 5%، وتحطي معلقة بيكربوناتو وملح ليمون. بيكربوناتو وملح الليمون بيجوا من اي عطار، بس انا عشان ما مش هحط كده لان هي مش مستهلكة قوي يعني. انا بظبطها كل شوية يعني، كل شهر بتهيألي عامله لها تايمر فمظبطاها، مش هدخل فيها مواد كيماوية. انا يعني انا شايفة الحلة مش محتاجة اللي انا بقول عليه، وكده كده سوري يعني انا ما بدخلش فيها غسيل وسخ قوي يعني، فغسيلنا نضيف، فعشان كده انا مش هعمل لها الدورة الكبيرة دي. فانت بقى لو غسلتك بقى لها كتير قوي ما عملتيش دورات ليها، يعني ما عملتيش دورة شهرية، اعملي بقى اللي انا قلت عليه، حطي الخل وبيكربونات وملح ليمون. بصوا بقى دعكتها بقى كده، خدتها من وش نظافة زي ما بيقولوا، من جوه لبره. خدت الاول جوه بس، بره بقى ما جبتهاش معاكم، انا شلت الكفر ودعكتها ودعكتها بحتة كمان ناشفة. ظبطت ايه بقى، ظبطتها من جوه وبره. قالت لي ايه شكرا شكرا شكرا. سمعتها وهي بتقول لي شكرا. انتوا سمعتوها؟ انا سمعتها. وخدت الباب بتاعها كمان وانا هسيبه في حاله، كادت وش نظافة. والباب بصوا المراية هتبرق دلوقتي، جبت حتة بقى وقعدت امسح بيها. بصوا تبرق. حافظي على الأجهزة الكهربائية اللي عندك، حافظي على حاجتك، علشان بجد الحاجة غالية جدا. اولا الحاجة غالية جدا، وثانيا انت اولى بالفلوس اللي انت هتجيبي بيها حاجة جديدة، وثالثا المواتير والحاجة القديمة عمرها ما بتتعوض. وحتى البلاستيك والله بقى بقى رديء. البوتاجازات بأنواعها برضو مهما كان نوعه نضيف ما بتجيبوش زي القديم بجد يعني. الصاج بقى وحش وكل حاجة بقت وحشة، فحتى لما بتغيري الوش الغسالة ولا تعملي حاجة ما بتلاقيهوش زي الأول. الجودة والكواليتي بتاعت الحاجة ما بقتش زي الأول خالص. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ودخلت بقى الفلاتر بتاعتها. ده الفلتر بتاعي يا بنات، انا كنت اخدته وقعدت ادعكه في الحوض بالسلكة كده وايه، وشلت الرواسب اللي فيه وتمام كده. وهاخد بقى خرطوم الفلتر
هشطفها بيه، عشان هشغل لها مية الفلتر عشان تشطفها عشان المية ما تبقاش فيها املاح بمية الفلتر. يبقى انا كده عملت لها واجب ايه، دش ايه من جوه لبره. يلا بقى، لو غسلتك ما بقالك كتير ما عملتهاش، قومي كده تنشطي معايا واعمليها. وبقول لكم بقى ان دي تنظيف الحله، بعملها دوره. اسيبكم بقى في المشتريات. بصوا بقى، بعد ما خلصت الشقه وتمام وكل حاجه، لبست وقلت اجيب ايه. كنت عايزه علف بياضي، جبت ب50 جنيه علف بياضي وحطيته بره، ما بدخلوش الشقه عشان كده كده هيطلع فوق الايه، فوق السطح. وجبت حاجات بقى الشهر دي، اول مشتريات ليا للشهر. جبت ربع عدس بجبة وربع عدس اصفر، الاتنين عاملين 30 جنيه. وجبت 3 كيلو دقيق مكة، انا ما بستعملش غير الدقيق ده من عند الست دي، كمان تحفة تحفة تحفة. الدقيق ده جميل قوي يا بنات. جايبه الكيلو ب18 جنيه. انا عارفة ان هو رخيص وده احسن حاجة. في بره بيبقى ب20 وبحاجة اكتر من كده كمان، بس صراحة هي بتديني سعره رخيص لان انا باخد يعتبر الجملة، باخد كل شهر حاجتي من عندها. جبت 3 كيلو دقيق، الكيلو ب18 جنيه. وجايبة ربع وربع، الربع ب15، معلش عشان ايه منساش. جبت حاجة تاني، جبت ايه اللبن برضو بتاعي بتاع الشهر. جبت اللهم صل على النبي، جبت 5 كيلو لبن، بس طلعت كيلو واحد هنا هعمله دلوقتي، وال4 كيلو تحت. حطيتهم تحت في الايه، في الديب فريزر اللي تحت. تمام. جايبة كيلو اللبن على 35 جنيه. ويا بنات جبت لقيت روابي بالقشطة، جايباها كيلو عامل 115 جنيه. حلو مش وحش. جايباه من عند محل اسمه مصلح، ده في الكنكة قدام مستشفى المركزي.